هو في ايه في نادي الزمالك يا جماعه؟ يعني بجد في ايه؟ يعني مش ممكن ماتش بثلاث نقط يبقى ده الرد الفعل بتاعه، خصوصا من لعيبه سابقين بنادي الزمالك وبيعملوا محللين يعني ميدو تويتات من ساعه هزيمه نادي الزمالك، خالد الغندور في السبعين برنامج اللي بيقدمه، شادي عيسى لايفات، يعني طارق السيد، انت يعني مش عارف، طارق يحيى، ايه يا جماعه في إيه؟ ده الزمالك، انا اهلاوي اهو بقول لك. الزمالك خسران 10 نقط، الاهلي خسران 9 نقط. لازم يعني كفير يمشي، تجربه جون ادوارد، مش قافلين على الفرقه، في تسريبات، في اخبار. والله ما بيهدي نادي الزمالك غير الناس دي، غير ميدو وخالد الغندور وطارق السيد وشادي عيسى، وحرب على جون. انا ما اعرفش جون ادوارد، يعني ما اعرفش جون ادوارد، بس انا بقول لك دي حرب على جون ادوارد. آه، الراجل شغال امشي، سيبها لهم وامشي، سيبها لهم وامشي. دول عايزين يبانوا ان هو ده، انا المنقذ، انا اللي قلبي على الفريق، انت فاهم؟ وهم اكتر ناس بيضروا الفريق. فرقه ما بتاخدش مستحقات، والله كتر خيرهم والله. يعني بشوف الزمالك ده كتر خيره والله العظيم، انه مكمل في الدوري ما بياخدوش مستحقات. الناس خدت اجازه يومين، يعني لعبوا الاهلي الاثنين، ثلاث واربع اجازه، هيتمرنوا خميس، يسافروا الجمعه عشان هيلعبوا المحله باين في استاد هاي قناه السويس، يتمرنوا يوم واحد، عشان مش لاقيين، مفيش فلوس عشان ندفع مستحقات اللعيبه او بندبر فلوس مستحقات اللعيبه عشان اللعيبه تنزل التمرين. ده احنا لو في شركه الوبريات مش هيعملوا اضراب قبل ماتش مهم زي ماتش المحله بيومين. ف والله العظيم، من تحمد ربنا على نعمه الاهلي وعلى اداره الاهلي وعلى لعيبه الاهلي وعلى استقرار الاهلي. اللي بيعملوه لعيبه الزمالك السابقين والقدامى دول، يعني بيضر الفريق وبيهدم الزمالك.